نفسي أفهم يا جماعة ليش الإعلام المصري عم يهاجمنا؟ ليش بعض الإعلاميين المصريين مستمرين بالهجوم على سوريا وحكومتها من لحظة التحرير لهلأ عم بيشيطنوا كل الواقع السوري من وقت سقط نظام الأسد حتى هاي اللحظة. ليش هدول الإعلاميين المصريين مصرين يخلقوا فتنة بين الشعبين السوري والمصري بتلفيق تهم وادعاءات كاذبة ما لا أساس من الصحة؟ طبعا هذا الهجوم بدأ من لحظة تحرير سوريا، بدأوا يشيطنوا كل شيء عم بيصير بسوريا من لحظة التحرير ولهلا. طبعا زادت الحدة تبع هذا الهجوم، زاد هذا الهجوم بعد تحريف تصريحات للسيد رئيس الجمهورية أحمد الشرع خلال كلمته اللي ألقاها بمؤتمر الاستثمار الأخير بالمملكة العربية السعودية، علما أنه الرئيس السوري موجود الفيديو عم بيحكي عن نجاحات دول، وحكى بأنه مصر والعراق عندهم نجاحات لكن في دول ثانية عندها نجاحات أكبر. هذا هو الفيديو. دول مثل مصر والعراق وباقي الدول لديها النجاح، لكن هذه الدول تعمل بجهد مضاعف يعني وسرعة فائقة. طبعا أنا بجزم من أنه كثير من الأشخاص اللي عم بيهاجموا عن غير دراية، عن عدم وعي، عم يهاجموا ما شافوا الفيديو كامل، بس لأنه في بعض الأبواق أو بعض الشياطين الإعلاميين بدأوا يهاجموا سوريا فانجروا وراهم. هذا هو الفيديو وهي هي حقيقته. حتى كثير من الصفحات حكت بأنه رئيس الشرع ما حكى هيك، الحقيقة هي هيك. وعلما أنه الرئيس السوري سيد أحمد الشرع خلال زيارته الأخيرة للقاهرة حكى بأنه مصر والشام جناحان لطائر واحد، وأيضا الفيديو موجود. مصر والشام جناحان لطائر واحد. طبعا قبل التصريح الأول وبعده، قبل التصريح الأخير وبعده، من وقت تحررت سوريا ولهلأ هم مستمرين بعمليات الشيطنة، مستمرين بعمليات الهجوم الغير مبرر اللي ما نعم نلاقي له أي تفسير منطقي. لهيك أنا حبيت أطلع بهذا الفيديو لخاطب الشعب المصري وخاطب أهلي بسوريا. نحن وأنتوا واحد، السوريين والمصريين واحد. قد ما حاولوا أبواق الفتنة إنهم يزرعوا فتنة بيناتنا، نحن وأنتوا واحد. إياكم تنجروا لهي الدعوات، دعوات التحريض والفتنة. نحن بنحب المصريين، وأنا بجزم إنه المصريين بحبونا، فإياكم تنجروا لهدول الأشخاص اللي عم يعملوا فتنة ما بنعرف ليش وما بنعرف شو مقصدها.